مرحبا بكم متتبعين الكرام، سعيدة برؤياكم في هذا الموجز الإخباري الخاص بالفن. أعلنت الفنانة إليسا بسفرها إلى الولايات المتحدة الأمريكية في رحلة وصفتها بسريعة الخضوع إلى جراحة. وقالت إليسا إن هذه الجراحة سهلة وصغيرة، مبرزة على أنها المستوى اليقظ، وطمأنت جمهورها مقدما مؤكدة على أن الأمر لا يستدعي على القلق. إليسا نوه أن سفرها للولايات المتحدة الأمريكية وفور وصولها غردت عبر حسابها موقع تويتر قائلة: أنا في رحلة صغيرة سريعة للعملية الجراحية وسهلة في ذراعي، لا داعي للقلق، شكرا لسؤالكم، أحبكم. وأكدت إليسا مشاركتها أن مروان الخوري في يوم حفل خاص بيوم الحب سيقام في لبنان يوم 11 من فبراير المقبل. قالت إنها تشعر بحماس خاص لظهورها مع مروان الخوري مرة أخرى. يذكر أن إليسا احتفلت منذ أيام قليلة بتواجدها في قائمة 50 شخصا الأكثر تأثيرا من مشاهير العالم على منصة التويتر بحسب تصنيفات براندويتشر، حيث احتلت على المرتبة 40 متقدمة 7 مرات عن آخر تصنيف لها العام الماضي. وأكدت على أنها الفنانة العربية الوحيدة المتواجدة في القائمة العالمية.